دي كيكة جوز الهند البرازيلية، بس عملتها بطريقة اقتصادية. كل اللي هقول لكم عليه انكم هتاكلوا كيكة طعمها غني واخف كمان من الطريقة الاصلية. 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 4 معالق كبار جوز هند ناعم، رشة ملح، بنقلب وبنشيلهم على جنب. طبق تاني هنحط نص كوباية زبدة لينة او سمنة وربع كوباية زيت، هنضيف عليهم كوباية ونص سكر، نضربهم بالمضرب الكهربي. لما نلاقي السكر داب والزبدة لونها بقى فاتح، هبدأ انزل بالبيض واحدة بواحدة، ولازم البيض يبقى بدرجة حرارة المطبخ. كل ما بيضة تختفي بننزل باللي بعدها لحد ما بخلص الاربع بيضات، وهزود عليهم نص معلقة صغيرة فانيليا. احتاج لعلبتين زبادي الحجم الكبير اللي زي ده، وابدأ اضيف عليه باقي المكونات الجافة. هضيفهم على حوالي 4 مرات لحد ما بخلص باقي كمية الدقيق. اخر حاجة هضيفها معلقة خل كبيرة، هضيف عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. بقلبهم وبلاقيهم بيفوروا، بضيفهم على خليط الكيكة وبقلبهم لحد ما بيختفوا. صينيه مقاس 28 بدهنها بالسمنه، وبنزل فيها خليط الكيك وبسوي وشها بالسباتيولا، وبعصايه الشيش بلفها كده عشان اطلع منها اي فراغات هواء، وبدخلها في نص الفرن على الشبكه على درجه حراره 180، وما نفتحش عليها الفرن قبل نص ساعه. كوبايتين لبن، هزود عليهم 3 معالق كبار شربات حلويات تقيل، هنزود عليهم معلقتين كبار لبن بودره، واختياري هتزودوا معلقتين كبار قشطه او كريمه حلويات، وبقلبهم. هنحتاج كوبايه جوز هند خشن بنزلها في الصوص وبالمعلقه كده وبشربها من الصوص، وبفضل احط عليها الصوص لحد ما احس انها شبعت خالص، وببدا اطلعها وهبدا ارش عليها جوز الهند كده من كل الاتجاهات. استخدم ورق الفويل لانه بيحفظ البروده بتاعه الكيكه. بدخلها التلاجة وهنبدا ناكل منها من بعد ساعتين. كل ما بتقعد في التلاجة اكتر كل ما بيبقى طعمها اغنى. حرفيا انا اتصدمت اول ما دقتها، يعني اتفاجئت ازاي طعمها طلع بالشكل ده. لما تجربوها هتفهموني اكتر.